بغيتي وصفه سهله مهله لقوتي وكتوجد في وقت قصير؟ ما عليك غير بهاد الحلوه اللي كتجي رائعه ولذيذه بزاف ومكوناتها جد بسيطه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، جوج بيضات، معلقه كبيره ديال الجنجله المحمره، معلقه كبيره ديال المربى، معلقه كبيره ديال الزبده، جوج اكياس من الخميره ديال الحلوه، كيس ديال السكر فاني، والدقيق كيبقى حسب الخليط. هنا غادي نجيب القصريه. اول حاجه كندير فيها داك الكاس ديال السكر الفاني، ديك الزبده، دوك جوج بيضات وداك الزيت، وكنخلط الكل جيدا حتى يندمجوا المكونات مزيان مع بعضهم. وما نساوش واحد الرشه ديال الملح اللي ضروري منها. بعد ما خلطتهم مزيان هنا غادي نضيف ديك المعلقه ديال المربى وديك المعلقه ديال الجنجلان وغادي نعاود نخلط الكل جيدا. ومن بعد غادي نضيف دوك جوج اكياس من الخميره ديال الحلوه. كل كيس كيحتوي على 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام ديال الخميره. وغادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى يتجمع ليا الخليط. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي كفاتني باش انني نجمع الخليط هي 500 غرام، اي ما يعادل 5 ديال الكؤوس. وكيكون هذا هو القوام ديال العجين بعد ما جمعته. فالعجينه كتجي رطبه بهذا الشكل. مباشره بعد ما جمعتها غادي نبدا نشكلها، يعني ما غاديش نخليو العجين يرتاح نهائيا. غادي نبدا نكورو الكويرات بهذا الشكل. الحجم ديال الكويرات نتوما اللي كتحكموا فيه، فانا درت هنا الحبات ديال الحلوه شويه كبيره. من بعد ما غادي نكمل التكوار ديال العجين غادي نستفها في اللاطه، يعني اللي غادي تطيب فيها الحلوه. اللاطه من الاحسن تفرشوا لها الورق ديال الزبده او دهنوها بشويه ديال الزيت. ومن بعد غادي ندهن الحلوه ديالي بصفار بيض اللي خلطت معاه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان والقليل ديال الخل. وغادي ندهن الوجه ديال الحلوه من الفوق. وصافي من بعد كندخلها الفران. كنديرها من الفوق، يعني النار تكون شاعله غير من التحت على نار اللي تكون مهيله حتى نشوفوا الحلوه ديالنا تحمرت لينا تماما من التحت. عاد كنهبطوها لتحت باش يتحمر الوجه ديالها او كنشعلوا ليها النار من الفوق.